We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are heading to the airport. Nobody move. Everything is okay. If you try to make any move, just enjoy yourself at the airplane. Let's stay quiet. Jules, this is Ryan. We're on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, I'm looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to be good. So absolutely fine. Same to my parents and everybody. And I just totally love you. And I will see you later, Jennifer. Bye, babe. Bye, Chloe. حدا سبتمبر 2001 رحلة جوية في اتجاه كاليفورنيا غادي تبدل المسار ديالها وغادي تضرب ناطحة السحاب الأولى ديال مركز التجارة العالمي الورد تريد سنتر. The president, the principal, and I all had the same reaction. Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. أبراج المراقبة وشركة الطيران مازال كيحاولوا يفهموا شنو وقع. اتجهت طيارة أخرى بوينغ وطيحت ناطحة السحاب الثانية ديال الورد تريد سنتر. بحال هادشي ما كافيش، طيارة ثالثة كانت في اتجاه لوس أنجلوس غادي دير هجوم انتحاري على طريقة الكاميكاز على مركز وزارة الدفاع البنتاغون. في الوقت اللي أمريكا كتعيش أوقات صعيبة، الرئيس الأمريكي جورج بوش داير زيارة للمدرسة ولقى راسو مباشرة قدام الكاميرات. I thought about what I would say. I opened the door to the room, came in. That's when I walked up to the president and I leaned over and I whispered into his right ear, a second plane hit the second tower. America is under attack. And I looked at the president. I could still see him facing forward with his head bobbing up and down. وفي الوقت اللي أمريكا كتعيش أسوأ نهار في التاريخ ديالها، كانوا ناس في جبال تورا بورا في أفغانستان كيعيشوا أحسن نهار في حياتهم. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبانيها. كانت هذه أكبر عملية دارها تنظيم القاعدة، وتهمة جديدة غتخرج للوجود هي تهمة الإرهاب. من بعد غتجي النوبة على إسبانيا 2003، المغرب 2003 و2011 وفرنسا 2015. 192 personas murieron por 11 bombas que explotaron en. السلطات المغربية أكدت أن التفجير الذي نفذ في مراكش مع الأسف هادو اللي تسماو بالإرهابيين ما هازينش راية اليهودية ولا راية المسيحية، ولكن هازين راية الإسلام، وبالتالي كان لازم علينا كمسلمين نشوفوا كيفاش بدات الاسطوار وشنو المشكل بالضبط عند هاد الناس باش قدروا يفديو حياتهم تحت اسم الجهاد. ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوعد بها العراق. بتحول ليبيا الى امارات تبع الظواهري ولا تبع بن لادن، هذه اخرتها باش تخش امريكا تقول انا لا نسمح بافغانستان جديده هنا في شمال افريقيا. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول می‌کند. ان الرئيس الجزائري تقهقر في وعده وأنه أجل الانتخابات. We are here, the real Islamic front against Zionism, communism and imperialism. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في سنوات 1920-1930 أغلب الشعوب المسلمة كانت غارقة في الاستعمار. هنا غادي يبانوا ناس بفكرة أن التخلف اللي وصلوا للعالم الإسلامي هو بسبب الابتعاد على الإسلام، وأن الحل هو يرجعوا الناس للإسلام كيف ما كان في عهد الرسول والصحابة ويخدموا به في أي مجال، خصوصا المجال السياسي.
بمعنى يديروا الخلافة والجزية وكاع داكشي اللي جات به الشريعة، ويحاربوا أي حاجة جاية من الثقافة الغربية من أحزاب وبرلمانات إلى آخره. الفكرة هذه هي لاباز ديال جوج تيارات دينية، السلفية والوهابية. أي واحد عنده هذه الفكرة كيتسمى سلفي ولا وهابي ولا بمصطلح آخر جديد إسلامي، وأي واحد ضد هذه الفكرة كيتسمى بكل بساطة علماني. البداية كانت مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بقيادة حسن البنا. هاد الناس بداوها في الأول بأهداف اجتماعية وأخلاقية، لكن بالزربة لقاو راسهم داخلين في الصراع على السلطة. فاروق الملك ديال مصر حس بالخطر وعطى لوردر باغتيال حسن البنا. من بعد غادي يبان مصري آخر سميتو السيد قطب، تابع لتيار السلفية الجهادية، يعني أكثر صرامة من حسن البنا في مسألة الجهاد ضد الأنظمة الغربية وحتى ضد الأنظمة العربية اللي ما تبعش الدين 100%. طبعا هاد الأفكار جابت له هو وصحابه الإعدام من طرف نظام عبد الناصر، لكن هاد الأفكار ما ماتش معاه، وكانت هي السبب في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في 1981. فكر السلفية الجهادية بدأ كينتشر في الشعوب المسلمة، خصوصا مع الأوضاع الاجتماعية الصعيبة اللي عاشتها هاد الشعوب من بعد الاستقلال بسبب الفقر والجهل والقمع وانعدام الديمقراطية في بلدانهم. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. 1979 لأول مرة غينجح الفكر الإسلامي في اعتلاء السلطة. الشعب الإيراني الشيعي دار ثورة دموية على الشاه من أجل الشيخ ديالهم آية الله خميني. ثورة غتنجح وإيران غتولي جمهورية إسلامية، والحجاب غيولي مفروض في الشوارع إلى آخره. وأبانا بحق وقادنا بنجاح. الثورة الإيرانية عطات أمل للفكر السلفي السني بأنه واحد النهار ممكن حتى هو يشد السلطة. النتيجة كانت ثورة الإخوان المسلمين في سوريا على نظام حافظ الأسد العلماني سنة 1982، لكن الثورة فشلت من بعد ما دك النظام مدينة حماه بالدبابات. They bring us here for two reasons. First, in a trial to oppose the expanding Islamic movement, which threatens these dishonest Asian Arab regime. من بعد تكرمت شوية القضية في فترة الثمانينات بسبب أن الحكام حسوا بخطورة هذا التيار على العروش ديالهم، وناضوا عمروا الحباسات بأي واحد داير لحية بتهمة تحريض على التمرد والمساس بأمن الدولة. هادشي بطبيعة الحال محلش المشكل وخلى فكر السلفية الجهادية مازال كيطبخ.
السعودية 1979. حادثة غريبة وقعت في أقدس الأماكن بالنسبة للمسلمين، مكة المكرمة. مجموعة ديال الناس بقيادة جهيمان العتيبي غادي يسيطروا على المسجد الحرام وغادي يشدوا الحجاج كرهائن. المشكل ديالهم جوج الحوايج. الحاجة الأولى، هاد جهيمان كيدعي أن أخوه هو المهدي المنتظر وأن الناس خاص يبيعوه. الحاجة الثانية هي كيتهموا العائلة الملكية ديال آل سعود بالفساد وبالتعامل مع الكفار. إلى كل من هو بداخل الحرم الشريف، إن العمل الذي قمتم به لا يرضاه الله وحرمه في كتابه الكريم، ولذلك توجه لكم حكومة جلالة الملك خالد هذا الإنذار: سلموا أنفسكم والموا سلاحكم. واخا النظام السعودي قدر يفك الحصار على الكعبة ويعدم هاد جهيمان وصحابه، إلا أنه فهم باللي الفكر الوهابي تقلب عليه وباللي الشرعية ديال التركة ديال آل سعود ولات في خطر. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. لحسن الحظ آل سعود أن في نفس الوقت الاتحاد السوفيتي قرر يدخل لأفغانستان باش يحبس تمرد جماعات إسلامية أفغانية على الحزب الحاكم اللي كان عاطي الولاء للسوفيات وباغي يدير من أفغانستان جمهورية علمانية. هذه الحركة غتكون فرصة مناسبة للنظام السعودي باش يصيفط الوهابيين يجاهدوا في أفغانستان ويتهنى منهم، وعلى رأسهم شاب عنده 22 عام سميته أسامة بن لادن. وكفاهم عبرة وبشرى بفضل الشهيد والشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أسامة غادي يطير لأفغانستان باش يقدم الدعم للمقاومة الإسلامية، وغادي يوجه دعوة لأي مسلم باش يجي يجاهد معهم ضد السوفيات. المسلم الراغب في الجهاد أن يذهب إلى أفغانستان. الأخ الراغب توفيرا من الأمير سلطان جزاه الله خير لأمور الإغاثة والجهاد يعطى تخفيض 75% من قيمة التذكرة. الدعوة نجحت وبزاف الناس من الوطن العربي غادي يلبيو الدعوة. كان أبرزهم أيمن ظواهري عضو جماعة الإخوان والذراع الأيمن ديال بن لادن. المقاومة ديالهم نجحت حيث من بعد حرب ديال 10 سنين السوفيات غادي ينسحبوا في 1989. It was a big mistake, and now all our sacrifice and our people lost was in vain. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. الأحداث كتجري بالزربة 1991، ومن بعد ما الدكتاتور صدام حسين ناض استعمر الكويت، السعودية خافت على راسها وخلات أمريكان تحط القوات ديالها في السعودية باش تدافع على الكويت. بن لادن اعتبر هذه خيانة من التركة ديال آل سعود باش تخلي الكفار يحطوا رجليهم في بلاد مسلمة، زائد داكشي اللي دارت أمريكان في فلسطين، وبدأ إذن تاريخ العداوة ديالو مع أمريكان ومع آل سعود. عندما تركنا الأمر للانتخاب فبناء على اتفاقنا على أن نرد الأمر للشعب، فلماذا التماطل إذن؟ قالوا إن الجيش الجزائري استسلم وسيدخل في خطة انقلابية، فماذا قلنا؟ إن الجيش الجزائري جيش رباني. في نفس العام على بعد 2000 كيلومتر على أفغانستان الجزائر، ودائما في إطار الصراع السلفية مع العلمانية، حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ربح الانتخابات، وطبعا كان باغي يرد الجزائر جمهورية إسلامية 100%، لكن قيادة الجيش الجزائري كانت عندها رأي آخر، ناضت لغاية الانتخابات
ودارت حالة طوارئ في البلاد، وحاربت عناصر الجبهة الإسلامية وسمت عليهم الإرهابيين، وبدأت الاقتيلة في إطار ما يسمى بالعشرية السوداء. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. نرجعوا لأفغانستان فين بن لادن وصحابه غادي يشكلوا تنظيم سموه القاعدة، وغادي يبداو العمليات ديالهم ضد ميريكان ابتداء من تفجير السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا وحديثة الورد تريد سنتر حتى العملية الانتحارية ديال 11 سبتمبر 2001. موراها جورج بوش غادي يعلن مباشرة اقتحام أفغانستان باش يمحي تنظيم القاعدة من الجذر ديالو. القاعدة تراجع النشاط ديالها، لكن ميريكان ما قدرش تلقي القبض على بن لادن والظواهري، وبالتالي فبالنسبة للشعب الأمريكي العملية فشلات. جورج بوش باش يغطي على هذا الفشل غادي يفكر في عملية جديدة. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. 2003 ميريكان قررت تدخل العراق وتطيح نظام صدام حسين تحت ذريعة أنه كيشكل خطر على الأمن في الشرق الأوسط وأن عنده أسلحة الدمار الشامل. العملية نجحت، لكن العراق ولات في الفوضى. فوالله ليس لهم عندنا إلا السيف البتار. Now Zarqawi has met his end, and this violent man will never murder again. أبو مصعب الزرقاوي وصحابه غادي يستغلوا هذه الفوضى وغادي يشكلوا تنظيم القاعدة في العراق باش يحاربوا ميريكان ويردوا العراق إمارة إسلامية. 2011 ميريكان قررت تنسحب من العراق من بعد 10 سنين ديال الحرب لا غالب ولا مغلوب، وخلات الحكومة العراقية اللي دارتها هي النيت في مواجهة مع أتباع الزرقاوي. اللي قال 2011 كيقول الربيع العربي وكيقول الفوضى، وكيف ما قلنا فيما كانت الفوضى كتجي القاعدة تركب عليها، والهدف هذه المرة كان ليبيا وسوريا. وبما أن نظام بشار الأسد علماني 100%، فخرجت من تنظيم القاعدة في العراق جوج مجموعات باغين يديرون نظام الخلافة في سوريا، جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة داعش بقيادة أبو بكر البغدادي. لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. نرجع للعراق وسوريا. داعش غادي تزيد القوة ديالها والدموية ديالها، بينما القاعدة غادي ترجع للور. 2014 ميريكان غادي دير تحالف مع الدول الأوروبية والدول العربية باش يمحيو داعش وكاع فصائل القاعدة. هادشي اللي خلى داعش ترد بعملية انتحارية في فرنسا واسبانيا وبريطانيا وبلجيكا. اليوم ومن بعد سنين الاقتتال خسرت داعش المعركة وتفرتكات القضية. بن لادن حيدته ميريكان وجا الخليفة ديالو أيمن ظواهري. الغالية الحبيبة، وانقاد أناس وفجروا تفجيرات ويرون أن ذلك جهاد وليس بجهاد. أضر بالأمة شيئا عظيما وفيه ما فيه من الجرأة على الدماء وعلى الناس. بالنسبة للعلماء المسلمين في الأزهر الشريف وفي السعودية وغيرهم، فتنظيم القاعدة وداعش وكاع الفصائل اللي تابع لهم هما من الخوارج، وتأويلاتهم الأحاديث والآيات خاطئة، وأفعالهم بعيدة عن الإسلام، وفكرهم متشدد متطرف، وبالتالي خاصهم يتمحاو من فوق الأرض. صراع الدين والسياسة في الدول العربية
بحال صراع الكنيسة على السلطة في أوروبا في القرون الوسطى. كاين اللي كيقول الدين ما فيهش غير العبادات الفردية، فيه حتى الشريعة والخلافة ومحاربة الكفار. وكاين اللي كيقول بغيتي الدين سير الجامع وبعد لي من السياسة. وكاين اللي بين وبين، وكاين اللي عايش بعيد ما سوقوا لا في دين ولا في سياسة. لقد كان في قصصهم عبارة. إلى عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بلايك وبابوني. كان معكم العلام شخصيا، دوزوا بخير.